الحرب النفسية لحزب العمال الكردستاني باكك ضد شعب إقليم كردستان ودموع التماسيح. طور حزب العمال الكردستاني باكك أسلوبا ونموذجا جديدا للحرب ضد إقليم كردستان وشعبه. ففي الآونة الأخيرة دأبت وسائل إعلام باكك الرسمية إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى على جعل إقليم كردستان هدفا متكررا لأجنداتها، لكن لغة الأخبار هذه المرة تختلف تماما عما سبق. ففي البداية نشرت وسائل الإعلام الحزب أخبارا تحت عناوين كدمج قوات البيشمركة، وصورت المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يجعل من يسمعها يعتقد بأن قوات البيشمركة ستحل في غضون أسبوع. بعد ذلك بفترة أثارت ملف الأزمة الاقتصادية مع العراق، وحولت تصوير إقليم كردستان وكأنه ينهار، بل وصل الأمر بها إلى درجة خلق أجواء توحي بأن تومبراك سيأتي ويدمر إقليم كردستان في يوم واحد. والآن يروجون أخبارا كالجيش التركي يمنع أهالي القرى من العودة لديارهم، زاعمين مدعين أن القرويين جاع لا يستطيعون زراعة أراضيهم وأن أراضيهم احتلت، مستغلين مطالب أهالي منطقة حفتن وسهل زاب بالعودة إلى قراهم كمادة رئيسية لأجنداتهم الإعلامية. كل كردي قومي وطني وغيور يعلم جيدا أن هناك جبهة مناهضة معادية لكردستان تستهدف كيان إقليم كردستان، ولها حلفاء متعاونون معها حتى داخل المجتمع الكردي نفسه. وعلى مر السنين جربت هذه الجبهة العديد من الأساليب الاقتصادية والسياسية والعسكرية لانهيار وتقويض إقليم كردستان، لكن اللافت للانتباه هو أن باكك في تحالف وثيق ومستمر بكل جوارحه مع كل من حاول تدمير إقليم كردستان، مما لا شك فيه أن من يسعى جاهدا لإقصاء البيشمركة من المشهد هي ميليشيات وفصائل الحشد الشعبي، بينما باكك في حالة تعاون مستمر مع الحشد الشعبي منذ عام 2013 وحتى يومنا هذا على النهج ذاته. بل إن باكك قد تسبب في استشهاد عناصر بيشمركة كردستان خلال العقد الأخير بما يفوق عدد شهداء البيشمركة على يد ميليشيات الحشد الشعبي. أما بالنسبة للدولة العراقية التي تحاول جاهدة السيطرة على مصادر النفط والطاقة في كردستان، فقد قام باكك بتفجير خطوط أنابيب نفط كردستان 5 مرات بين عامي 15 و 22، مسببا خسائر بملايين الدولارات لشعب إقليم كردستان. وفي السياق صرح جميل بايك الرئيس المشترك لكاجكا في 2 أيار عام 22 قائلا: لن نسمح لكردستان ببيع الغاز لأوروبا. أما فيما يتعلق بالقرى التي احتلها جيش الاحتلال التركي، فالأجدر بباكك أن يخجل من نفسه ولا ينبس ببنت شفة، لأنه عندما عرض عليه إقليم كردستان سلموا هذه المناطق لنا ولا تسلموها للجيش التركي، رد مراد قريلان: إذا اقتربت البيشمركة منا فسيكون ذلك سببا للحرب. ولكن وفي غضون أيام قلائل قاموا بتسليم تلك المناطق نفسها للدولة التركية دون أي قتال أو اشتباك. لهذا فإذا كانت هناك اليوم مؤامرة وخطة لانهيار وهدم إقليم كردستان، فإن باكك يمثل جزءا رئيسيا منها منذ أمد بعيد. وعليه فما ينشرونه اليوم من أخبار حول المساعي والمحاولات الرامية لتقليص وتقويض كيان إقليم كردستان ليست مراجعة نقدية لأفعالهم السابقة، ولا هي تحذير من المخاطر المحيطة، بل هي مجرد مبعث فرح واغتباط وتشفي للحزب. فباكك يذرف حقا دموع التماسيح، فبعد خسارته لروجافا وباكور كردستان أي كردستان سوريا وتركيا وانتكاساته وهزائمه المدوية في كل مكان، يشعر الحزب اليوم بعجز وإحباط شديدين أمام قدرة إقليم كردستان على الصمود في وجه كل الهجمات والتحديات. إن قدرة إقليم كردستان على التصدي لكل هجمة تذكر باكك بخسائره وهزائمه المدوية والمتتالية. فالخط الفاصل بين القلق الصادق وانتهاز الفرص واضح وجلي، فالصديق يداوي الجراح بينما الانتهازي ينتظر أن يصبح الجرح غائرا قاتلا ومميتا. وباكك ينتظر سقوط وانهيار إقليم كردستان بفارغ الصبر لكي يتمكن من القول: انظروا، ها هم أيضا سقطوا وانهاروا.